فهذا اللطش والسارق الكبير الذي لا عنده نخوة ولا عنده رجولة ولا عنده شرف ولا عنده عرض ولا عنده دم. الحين كل ساعة وجولة عندك. كل ساعة وجولة 4 5 ما نشتري منهم ولا منهم. من الأشغال، من الأوقاف، من كل مكان. من كل وقعة. لا تدري من تلاقي. ما دريت من الأوقاف. وهذا اللي بس على الأرض وقال لي يستاهل. منو اسمه؟ قال الجوحي لو قبيدي إجارة ما حد جاي. أيوة صح. أقول معها إجارة مو صح. لكن أنا ما بش إجارة يا أخي، جالسين يهددوني ما بش إجارة. كذب عليك. يستأجر لي بحق الأرض ولا رجعها. يا يستأجر. السلام عليكم، حياكم الله. أنا لم أشاهد في حياتي دولة تقوم بنهب المواطن المتضرر إلا في اليمن. حتى المواطن الذي هو متضرر هذه الدولة أيضا تقوم بالتهبش على هذا المواطن. فاليوم قصتنا مع هذه المرأة الذي تهدم منزلها قبل سنوات بسبب السيول الجارفة، وبعد ذلك توجه المحافظ مع مديرية المشنة إلى المكان ووجه ببناء البيت على حساب المجلس المحلي. ومرت الأيام والسنوات وهذه المرأة تتابع لكن دون جدوى. وبعد أن أصاب هذه المرأة اليأس من هذه الدولة، ذهبت هذه المرأة وقررت أن تبني بيت لتستر حالها هي وأطفالها على حسابها الخاص. فهذه المرأة عندما بدأت بالعمل والبناء فوجئت بمسلحي أشغال المشنة يتهبشونها أيضا ويمنعونها من بناء بيتها الصغير. فبالله عليكم شاهدوا إلى أي وقاحة وإلى أي ظلم وإلى أي فساد وصل الحالة في اليمن ضد المواطن المسكين والمستضعف الذي تهدم منزله من السيول. لم يتركوه أيضا في حاله، يريدوا أيضا منه فلوس عشان يبني وقد بيته تهدم. فبعد ذلك المرأة هذه ذهبت إلى مديرية المشنة، والذي بدوره أيضا حرر توجيه إلى أشغال المشنة أن يكفوا عنها الأذى طالما وهذه المرأة قد تهدم بيتها وقد قامت بالبناء من مالها الخاص. ولكن مدير أشغال المشنة لا هو سائل في أحد ولا هو معبر في أحد تماما، ضرب هذه التوجيهات بالجدار ومكانه ذاهب ساير مروح إلى هذه المرأة بيبتزها ومانحها أن تبني بيتها الصغير. ورجعت هذه المرأة إلى مساعد مدير المديرية وعاقل عقال المشنة خالد الجوحي اللص الكبير، والذي قام بترهيبها وترغيبها وطلب منها أن تكتب له قصبتين من أرضها المملوكة لها، وأنه سوف يقوم بدوره بمتابعة الأوقاف والأشغال وإيقافهم والسماح لها بالبناء. ولأن هذه المرأة مضطرة ومستضعفة ولا تفقه أي شيء، وافقت وأخذها إلى قسم الشرطة وقاموا بتحرير اتفاق بينه وبينها. وما إن أخذ الورقة تركها تواجه مصيرها وذهب ليبحث عن فريسة أخرى. فهذا اللطش والسارق الكبير الذي لا عنده نخوة ولا عنده رجولة ولا عنده شرف ولا عنده عرض ولا عنده دم. مرأة هذا قد تهدم بيتها وعادوا أيضا يحاول يلطش وينهب عليها قصبتين، يعني احتال ونصب عليها هذا السارق وأيضا تركها تواجه مصيرها. يعني فعلتين، فعلها حق النصب والاحتيال وفعلها أيضا أنه خذلها. والآن هذه المرأة أصبحت لا بيت ولا أرض ولا أي شيء، وأيضا لم يتركوها في حالها الأشغال، ما زالوا أيضا يمنعوها من البناء، وكل يوم يخرجون لهدم أحجارها ومصادرة أدوات عمال البناء البسيطة لكي يستولوا على أرضها المتبقية لهذه المرأة. فاليوم نوجه رسالة إلى الجهات المعنية والجهات المختصة وإلى هذه المسيرة التي تدعي بالنزاهة أن يقوموا بإنصاف هذه المرأة، وأن يقوموا بإلقاء القبض على السارق الكبير خالد الجوحي واسترداد الأرض الذي أخذها من هذه المرأة بطريقة الاحتيال، وبمحاسبة كل من مدير أشغال المشنة ومديرية المشنة الفاشل.